السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الثاني الثانوي بكالوريا مع درس جديد، الدرس الثاني من رياضيات الصف الثاني الثانوي، وهو تحليل المقادير التكعيبية إلى عوامل. خدنا قبل كده في تالتة إعدادي يا شباب مجموع مكعبين والفرق ما بين مكعبين. مجموع مكعبين كان القانون بتاعه بيقول ايه؟ ألف تكعيب زائد ب تكعيب، تبقى افتح قوس صغير وقوس كبير. القوس الصغير كنت باخد الجذر التكعيبي الألف تكعيب والجذر التكعيبي الب تكعيب دي في القوس الصغير، والإشارة موجب زي ما هي. طيب في القوس الكبير يا مستر كنت باخد الأول تربيع والأخير تربيع والحد الأوسط الأول في التاني بس، وأعكس الإشارة. يعني هنا الأول في التاني بألف ب، أو معاكس الإشارة ومخليها سالب. لو موجب تبقى سالب، لو سالب تبقى موجب. تمام. كذلك في ألف تكعيب ناقص ب تكعيب، هنا ألف ناقص ب في ألف تربيع زائد ألف ب زائد ب تربيع. هنا القاعدة يا شبابي إشارة القوس الأول مثل إشارة المقدار. طيب وإشارة الحد الأوسط عكسها، يعني هنا لو كان سالب يبقى موجب هنا يا شباب، لو كان هنا موجب يبقى هنا سالب. طب والحد الأخير؟ الحد الأخير قالك موجب دائما. الحد الأخير إيه؟ موجب دائما. طيب السؤال بيجيلي إزاي يا شباب؟ نركز مع بعض. يجيب لي الدالة مفكوكة وأنا أرجعها لأصلها. طيب يعني شفت المسألة دي كده، س ناقص 2 في س تربيع زائد 2 س زائد 4. طيب أنا عايز أتأكد إن ده مقدار مجموع مكعبين أو فرق ما بين مكعبين. هاجي أشوف القوس الأول، هنا الأول تربيع الأخير تربيع ب4. هشوف الحد الأوسط الأول في التاني في 2. لا معذرة، إن الأول في التاني وأعكس الإشارة. تمام يا شباب، تمام يا باشمهندسين، تمام يا مستر. قالك الأول في التاني بسالب 2 س، مع لما أجي أعكس الإشارة هتبقى موجب. طيب قالك كده ده فرق ما بين مكعبين، حقق فرق ما بين مكعبين. طيب أرجعها لأصلها إزاي؟ هرجع السين هكعبها تبقى س تكعيب، الإشارة زي ما هي 2 تكعيب ب8، يبقى س تكعيب ناقص 8. مفهوم يا باشمهندسين؟ مفهوم يا دكاترة؟ اللي عنده أي استفسار يكتب لي يا شباب. طيب تعالى ناخد واحدة كمان تتفهم أكتر. يلا ندخل على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي س زائد 4 في س تربيع ناقص 4 س زائد 16. طيب أحل دي ازاي برضو يا مستر؟ اتأكد إن ده بتحقق مجموع مكعبين. تعال نشوف، السين بقت س تربيع، الأربعة 16، 4 تربيع ب16. الأول في التاني بعكس الإشارة. تمام، هنا 4 س بقت سالب 4 س. تمام يا مستر. قالك خلاص طبق، قالك على طول يبقى السين تبقى س تكعيب، الإشارة موجب تنزل موجب زي ما هي، 4 تكعيب ب64. يبقى دي الدالة دي مفكوكة وأنا رجعتها لأصلها يا مستر. تمام. طيب تعال ناخد المثال اللي بعده. 2 س ناقص ص في 4 س تربيع زائد 2 س ص زائد ص تربيع. طب يا مستر أنا هتأكد من حل لسه، هتأكد إن ده بتحقق مجموع مكعبين أو فرق ما بين مكعبين. هنا الاتنين س بقت 4 س تربيع سالب ص موجب ص تربيع. الحد الأوسط 2 س ص، لأن هنا الأول في التاني بسالب 2 س ص، وهنا الحد الأوسط بعكس الإشارة موجب 2 س ص. خلاص يا مستر كعب، يلا 2 س تكعيب هيديني 8 س تكعيب سالب ص تكعيب بص تكعيب. تمام يا باشمهندسين، تمام يا دكاترة. متنساش تعمل لايك وتصلي على الحبيب واعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس.
احنا بنشرح خطوة خطوة اهو، اللي يقف قدامه اي حاجة يبعت لنا يا شباب، سواء على الواتساب او على صفحتنا على الفيسبوك. طيب تعالى نشوف فكرة جديدة. السؤال اللي بعده ايه؟ دي بداية الدرس بقى، الدرس التاني اللي هو ايه؟ تحليل المقدار التكعيب يا شباب الى عوامل. س تكعيب ناقص واحد. فاكرين كنا بنحل دي ازاي يا مستر؟ ايوه زي ما احنا لسه قايلين، قوس صغير وقوس كبير. ركز معايا، باخد الجذر التكعيبي للاول، هيبقى جذر التكعيبي لس تكعيب بس. الاشارة زي ما هي. الواحد، جذر التكعيبي الواحد بواحد. قوس الكبير الاول تربيع س تربيع، الاخير تربيع موجب واحد. الأول في التاني مع عكس الإشارة، س في واحد بسين، والإشارة هنا سالب تتحول لموجب، يبقى س تربيع زائد س زائد واحد. طيب تعالى في السؤال اللي بعده. س تكعيب زائد 64، قوس صغير وقوس كبير. الجذر التكعيبي لس تكعيب بس، زائد الجذر التكعيبي ل64 يا باشمهندسين ب4. تعالى يلا ربع. الأول تربيع س تربيع، الأخير تربيع موجب 16. الأول في التاني مع عكس الإشارة يبقى سالب 4 س. المسألة اللي بعدها 27 س تكعيب ناقص 8 ص تكعيب، قوس صغير وقوس كبير. جذر التكعيب ل27 بكام؟ ب3. جذر التكعيب لس تكعيب بس، الإشارة سالب تنزل زي ما هي. جذر التكعيب ل8 ب2. الجذر التكعيب لص تكعيب بصاد. طبق يا مستر القوس الكبير الأول تربيع 9 ص تربيع، التاني موجب 6 س صاد، الأخير تربيع يبقى 4 ص تربيع. مفهوم يا باشمهندسين؟ مفهوم يا دكاترة؟ يبقى مجموع مكعبين أو الفرق ما بين مكعبين بحلله ازاي؟ بفتح قوس صغير وقوس كبير. طيب ناخد فكرة كمان. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ ألف أس 6 ناقص 64 ب أس 6. تمام. حد هيجي يقول لي من الشباب والباشمهندسين والدكاترة اللي معايا يقول لي يا مستر طب الجذر التكعيبي الألف أس 6 ده أجيبه ازاي؟ احنا عارفين ان الجذر التكعيبي اللي انا اعرفه العدد اللي اضربه في نفسه 3 مرات، تمام، يديني ألف أس 6. الباشمهندس حمزة قال لي ايه؟ ألف أس 2. ممتاز. ألف أس 2 في ألف أس 2 في ألف أس 2 في ألف أس 2 بكام؟ بألف أس 6. طالب تاني يقول لي يا مستر طب ما انا هجيب اهو جذر تكعيبي لألف أس 6. كنا بنجيبها ازاي؟ بنقسم الداخلي على الخارجي، يعني ألف أس 6 على 3 يديني كام؟ ألف تربيع. تعال هنفتح قوسين، قوس صغير وقوس كبير. بقى الجذر التكعيبي الألف أس 6 بألف تربيع، الإشارة سالب زي ما هي. 64 ب4 بأس 6 بأس 2. تعالى هات يا مستر ايه القوس الكبير الأول تربيع، ألف تربيع يبقى ألف أس 4. الأول في التاني مع عكس الإشارة يبقى موجب 4 ألف تربيع ب تربيع، الأخير تربيع يبقى 16 بأس 4. مفهوم يا باشمهندسين؟ مفهوم يا شباب؟ عرفنا بنحل ازاي؟ قوس صغير وقوس كبير. طيب السؤال اللي بعده س أس 6 ناقص 700 كام؟ 29. هنفتح قوس صغير وقوس كبير. س أس 6 الجذر التكعيبي لس أس 6 بس تربيع سالب 729. الجذر التكعيبي بالآلة الحاسبة بتاعتك هتطلع بكام؟
احسب معايا تطلع ب9. تعالى طبق. الأول تربيع س أس 4، الحد الأوسط موجب 9 س تربيع موجب 81. بص كده على المسألة بتاعتك، لازم لسه ما خلصتش تحليل. أحلل ده فرق ما بين مربعين، س تربيع ناقص 9 كوسين س ناقص 3 وس زائد 3، والقوس الكبير زي ما هو يا باشمهندسين. س أس 4 زائد 9 س تربيع زائد 81 هتنزل زي ما هي. طيب تعالى نكمل السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول ايه يا باشمهندسين؟ بيقول س أس 6 مهمة جدا، مسألة مهمة جدا. س أس 6 زائد 26 س تكعيب ناقص 27. طيب اعمل ايه يا مستر؟ تعالى خلي بالك بقى دي ايه، ده انا هحللها يا مستر. ممتاز يا باشمهندس أسامة. قال يا مستر انا هفتح قوسين، س أس 6 عبارة عن س أس 3 في س أس 3. طيب انا عايز عددين حاصل ضربهم 27 ومجموعهم 26. طيب اولا 3 في 9 مش هتنفع. ممتاز. قالك الواحد في 27. طيب قالك الكبير هياخد مثل اشارة الحد الاوسط، والقوس التاني العكس. برضه عايز تتأكد، اضرب طرفين في زائد الوسطين. سالب س تكعيب زائد 27 س تكعيب هيديك 26 س تكعيب، يبقى انت حلك كده صح. لو لاحظت هنا بقى س تكعيب ناقص 1 وس تكعيب زائد 27 يا مستر، احل ده لوحده وده لوحده. طيب تعالى لس تكعيب ناقص 1، هفتح قوس صغير وقوس كبير، يبقى الجذر التكعيب س تكعيب بس إشارة سالب، جذر التكعيب الواحد بواحد. هات القوس الكبير، الأول تربيع يبقى س تربيع زائد س الأول في الترم عكس الإشارة زائد 1. كده أنا خلصت من قوس س تكعيب ناقص 1. تعالى للقوس الكبير، س تكعيب زائد 27. القوس الصغير الجذر التكعيب س تكعيب بس زائد الجذر التكعيب 27 ب3. تعالى للقوس الكبير، الأول تربيع س تربيع، الأول في التاني بعكس الإشارة يبقى سالب 3 س، الأخير تربيع يبقى موجب 9. كده تكون مسألتي خلصت يا باشمهندسين ودكاترة، ويكون درسنا خلص. متنساش تعمل لايك واشتراك للقناة وفعل زر الجرس. ولو عايز تحجز معانا ممكن تتواصل معانا على الرقم ده 011 46463159. كلمنا واتساب وهنرد عليك ان شاء الله. ونشوفكم فيديو جديد. كان معكم مستر محمد صلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.